عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناتكم قناة أم عبد الحكيم. اليوم إن شاء الله غنحضروا مع بعضنا عصير اللي كيجي طبق الأصل الأفوكا، ولكن بدون أفوكا ولا قرع أخضر. كنتمنى تجربوه لأنه كيجي هائل في المذاق. كيف ما كتشوفوا معايا كيجي خاطر ولذيذ وصحي. كنتمنى يعجبكم وينال استحسانكم، ونخليكم مع طريقة تحضير العصير ديالنا. بسم الله وعلى بركة الله. نبدأ في تحضير عصير اللي كيجي فحال عصير الافوكا، ولكن هو بدون افوكا ولا قرع اخضر، ولكن بمكونات صحية. المقادير كتكون من نصف لتر ديال الحليب، خيارة كبيرة بعد ما غسلتها مزيان ونقيتها وقطعتها، واحد الملفوفة ديال الخس كناخدو تقريبا نصف ديالها، الا كانت كبيره ناخدو النصف ديالها ونغسلوها مزيان كذلك ونقطعوها على هذا الشكل. موزه من حجم كبير، واحد الياغورت ديال البيستاش ديال نكهه البيستاش، وثلاثه الملاعق ديال السكر سنيده. على بركه الله. في الاول في الخلاط الكهربائي كنعمل نصف لتر ديال الحليب، والخياره اللي قطعتها بعد ما قشرتها على هذا الشكل، والخس، ثم غادي نطحنهم حتى يتخلطوا ليا مزيان ونصفيهم، عاد غنستعمل فيهم العناصر المتبقيه. ومن بعد ما طحنتو مزيان غنصفيه في هذا الصفاي ونحيد منه هادشي اللي كيبقى. صفيوه مزيان، واللي بغاه حتى بحال هكا راه كيجي لذيذ ومنعش، يزيد عليه غير حسب الذوق السنيده، وكيجي كذلك بحال الطريقه نيت غير بحال هكا بلا ما نزيدو لا الياغورت البيستاش لا الموز، كيجي لذيذ. ثم من بعد ما صفيته مزيان غنوضعه مره اخرى في الخلاط، وغنضيف عليه الموزه والياغورت البيستاش. اللي بغى باش يجي عاقد بزاف وبغى يدير حتى جوج ياغورت البيستاش يديروه. ثم غنضيف سنيده، سكر سنيده، غنزيد 3 الملاعق، ثم نخلطو للمره الثانيه في الخلاط. وهذا هو الشكل النهائي ديال العصير ديالنا بعد ما خلطته، كيجي على هذا الشكل. يعني لاحظوا الكثافه ديالو، كيف ما قلت ديروا خياره كبيره وموزه كبيره، كيعطينا واحد الكثافه اللي زوينه على هذا الشكل. يعني عصير يستحق التجربة، كيجي هائل ولذيذ وصحي في نفس الوقت.